متابعي قناة إعلام تيفي، أسعدتم أوقاتا. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم محطات. قرار مجلس الأمن الدولي حمل تطورا دبلوماسيا بارزا في ملف الصحراء المغربية بعدما تبنى يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 قرارا يعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007 أنها الخيار الأكثر واقعية ودواما لحل النزاع مع تجديد مهمة حفظ السلام من رسو لعام إضافي. ويبرز السؤال الآن عن السيناريوهات المنتظرة لتطبيق الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة سنة 2007. في هذا الصدد نستضيف الأستاذة ليلى ارتمات، أستاذة باحثة في العلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بسطات. أهلا وسهلا بك أستاذة. أهلا وسهلا أستاذة بشرى، شكرا لك على الاستضافة وتحية طيبة لجل مشاهدينا ومستمعينا على القناة. أهلا وسهلا بك أستاذة. وكما أسلفت وذكرت تحدثنا عن قرار مجلس الأمن الدولي. نريد أستاذة أن تحدثيننا بشكل مقتضب عن القرار. نعم. قرار الذي صدر بتاريخ 31 أكتوبر 2025 هو قرار يحمل رقم 2797، هو تتويج لمسار الدبلوماسية المغربية لما يقارب أزيد من عقدين. يمكن ربما قضية الصحراء هي تقارب 5 عقود، ولكن يمكن التأكيد على أن كما قلت القرار هو تتويج لمسار دبلوماسية، ويمكن التأكيد على خاصة ما بعد اعتلاء جلالة الملك محمد السادس للحكم منذ سنة 1993 إلى 2025. عرفت قضية الصحراء المغربية مجموعة من المحطات، بمعنى أن قرار 2797 هو تتويج لمجموعة من المكتسبات السياسة الخارجية المغربية وبقيادة جلالة الملك محمد السادس. في هذا السياق مضمون قرار 2797 يؤكد على ولأول مرة هناك تحول تاريخي في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة. ونعلم جميعا بأن منظمة الأمم المتحدة هي المكلفة والمكلفة بتدبير نزاع قضية الصحراء المغربية. وفي هذا السياق وفي إطار الفصل السادس والذي يهم التدابير السلمية لفض المنازعات الدولية، تم إصدار مجموعة من القرارات، ومن أهمها وآخرها قرار كما قلت 2797 والذي يؤكد على لأول مرة سيتم التأكيد على الأقاليم الجنوبية هي تحت سيادة المملكة المغربية، وتم التأكيد على أهم شيء في هذا القرار وهو الحكم الذاتي بسيادة في الأقاليم الجنوبية بسيادة المملكة المغربية. إذن قرار 2727 لأول مرة سيأتي بلغة واضحة بعيدا عن المجاملات الدولية، وهناك تصويت أكثر من ذلك. ونعلم جميعا بأن القرار صادر عن مجلس الأمن يكون بتصويت الدول أعضاء في مجلس الأمن، وهناك 5 دول صاحبة الحق في الفيتو و9 دول تتناول كل سنتين. كانت هناك القرار صدر بإجماع 12 دولة، وهذه نقطة مهمة. وقبل إصدار هذا القرار لابد من الإحاطة والتأكيد على بأن هناك مجموعة من الدول دعمت ومغربية دعمت مقترح الحكم الذاتي وأكدت على مغربية الصحراء. ومن أبرز هذه الدول لأن القرار الأممي هو تتويج لمكتسبات الدبلوماسية المغربية وبقيادة جلالة الملك، ومن أبرزها الاعتراف الأمريكي منذ دجنبر 2020. وكانت هناك برنامج سابق تم التأكيد على مجموعة من اعترافات الدول الكبرى في قضية الصحراء المغربية، تلاها مجموعة من الاعترافات منها فرنسا وإسبانيا، بلجيكا، بريطانيا، تغيير الموقف الألماني وغيرها من الدول، مجموعة من الدول الإفريقية، رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي منذ سنة 2017. هناك مجموعة من المتغيرات لصالح قضية الصحراء المغربية
المغربية، ولكن هناك مجهود مبذول كما قلت منذ اعتلاء جلالة الملك للحكم في سنة 1930 2025، وكانت سنة 2004 بداية طرح على مجلس الأمن. كانت آنذاك لابد من الدخول في المفاوضات، لأن كانت هناك عرقلة في هذه المفاوضات بين أطراف النزاع. ولكن منذ 2007 عندما بادر المغرب باقتراح مقترح الحكم الذاتي كمقترح لحل وتدبير قضية الصحراء المغربية، منذ 2007 خاضت الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك مجموعة من الخطوات أو مجموعة من السياسات الاستراتيجية لكسب ودعم وتأكيد المنظمة الدولي لمغربية الصحراء المغربية. كما يعني رغبت في هذه النبذة أن أؤكد بأن قرار 2797 المؤكد للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت سيادة المملكة المغربية هو تتويج لمسار طويل من عمل للدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك. نعم، ومسار من المفاوضات الكبيرة فعلا. نعود لخطة الحكم الذاتي، وبالطبع منذ أن وضعت في 2007 كان المغرب يهيئ لها منذ تلك الفترة إلى حدود الساعة، وخصوصا بالأقاليم الجنوبية، حيث كانت هناك برامج تنموية وجهوية بالمنطقة إلى آخره. فهذا كان من بين الأشياء التي يمكن أن نقول أنها كان يعني يتم إعداد أرضية لهذه الخطة. في هذا الصدد نعود للسيناريوهات التي يمكن أن تفعل أو تطبق بشأن خطة الحكم الذاتي بالمنطقة، يعني السيناريوهات المحتملة لتنفيذ الحكم الذاتي، لأن الجميع يتحدث عن كيف سيتم ذلك تدريجيا، لأن هذه المرحلة الراهنة ما بعد صدور القرار الأممي هي مرحلة مهمة. لأن السيناريوهات أو ما يمكن قوله بالنسبة لي كباحثة التصورات الممكنة لتنزيل الحكم الذاتي تنطلق من المرجعية الدولية، والمرجعية الدولية وهي المرجعية الأممية، قرار مجلس الأمن الأخير مضمونه. ولا بد من التأكيد على نقطة مهمة، بأن القرار أكد على الدخول في مفاوضات مع أطراف النزاع انطلاقا من القرار لم يعد يؤكد على المبادرة، هو الحل الوحيد والنهائي لفض النزاع الحكم الذاتي. أكد الحكم الذاتي الحل الوحيد والنهائي لفض النزاع، وأكد على الدخول أطراف، وأيضا أكد القرار وهو جد مهم، لأن لابد قبل وضع تصورات نعلم جميعا من هي الأطراف التي ستدخل في مفاوضات. هناك أكيد المملكة المغربية صاحبة الحق وفوق سيادتها، فوق تراب المملكة المغربية صحراء كما أكد جلالة الملك في مجموعة من الخطب الملكية، الصحراء في مغربه والمغرب في صحرائه. أيضا أكد جلالة الملك أيضا على التصور، عندما نقول السيناريوهات أكد في خطابه الذي تلا مباشرة القرار الأممي في 31 أكتوبر 2025 في خطاب الملكي، أكد على أننا في مرحلة سيتم تحيين الحكم الذاتي وتفصيله. يعني والدخول يعني تفصيله أكثر. نعلم جميعا بأن الحكم الذاتي الذي اقترح في 2007 كان هناك مشروع مبادرة، ولكن اليوم بعد صدور القرار الأممي تم التأكيد من طرف جلالة الملك على تحيين هذا تفصيله. ليس تحيين، سيكون ربما هناك سابق لأوانه الحديث عن تحيين الوثيقة الدستورية، ولكن فيما يخص التنزيل لابد أولا مبدئيا، لأن سيتم الدخول في مفاوضات بين أطراف النزاع حول انطلاقا من الحكم الذاتي. لابد من تفصيله. وأيضا وهذه نقطة جد مهمة أكدها جلالة الملك، وحتى إذا بالعودة والرجوع، لأن كنقولوا بأن أي تصورات هي مبنية على المرجعية الدولية القرار الأممي والمرجعية الوطنية. ما هي المرجعية الوطنية؟ هو دستور 2011. تم التأكيد في الفصل الأول من دستور 2011 بأن التنظيم الترابي للمملكة المغربية هو تنظيم لا مركزي في إطار الجهوية المتقدمة، ولم يتم ذكر الحكم الذاتي. إذا كما قلت سابقا سيكون هناك تحيين الوثيقة الدستورية، ولكن من مسبق لأوانه. وحتى جلالة الملك يعني فوض لمستشاريه التشاور. نحن الآن في الأسبوع الثاني من المشاورات مع الأحزاب السياسية. هناك
ايضا هناك تم وضع تفصيل للحكم الذاتي الذي وضعه المملكه المغربيه في مجلس الامن سنه 2007. نعم. اذا هناك فعلا نقاش جدي وهو جد مهم، لان التنزيل اليوم هو نقطه جد مهمه. كيف سيتم التنزيل؟ كيف سيتم تحديد الاختصاصات بين السلطات الجهويه، نعم. السلطة التشريعية الجهوية على مستوى الأقاليم نعم. الجنوبية، نعم. السلطة التنفيذية الحكومة الجهوية على مستوى الأقاليم الجنوبية، وأيضا السلطة القضائية الجهوية. كيف أيضاً. سيتم تحديد الاختصاصات ما بين ما هو جهوي في الأقاليم الجنوبية وما هو مركزي للدولة؟ نعم. وايضا لابد من الاشاره لنقطه جد مهمه ونحن نتحدث عن تنظيم الحكم الذاتي. مبدئيا من يسمع ماذا نقصد بالحكم الذاتي الذي اقترحه نعم. المغرب الى مجلس الامن، والذي اكد جديه وواقعيه هذا القرار انطلاقا من مضمون قرار الاممي 2797، وهو منح الاقاليم الجنوبيه سلطه تشريعيه جهويه وسلطه تنفيذيه جهويه وسلطه قضائيه جهويه، على أن تبقى للسلطة المركزية المملكة المغربية كل ما يتعلق بإبرام الاتفاقيات الدولية والسياسة الخارجية، كل ما يتعلق بالدفاع الأمن ما هو أمني ودفاعي، أيضا كل ما يتعلق برموز السيادة العلم والنشيد الوطني والعملة، وأيضا وهي كلها أمور منصوص عليها في الدستور. اختصاصات مثلا اختصاصات السلطة الملكية جلالة الملك باعتباره رئيس الدولة وأمير المؤمنين. إذن هذه نقاط جد مهمة. الوثيقة الدستورية الراهنة دستور 2011 أكيد لم يؤكد على مفهوم الحكم الذاتي، ولكن سيكون هناك تحيين. ولكن أعتقد أن المرحلة الحاسمة الآن هي بعد الدخول في مفاوضات مع الأطراف، ومجلس الأمن القرار الأخير حدد من هي الأطراف. لأول مرة قرار مجلس الأمن سيؤكد بأن الأطراف هي المملكة المغربية كما قلت سابقا، أقاليم جنوبية سيادة المملكة المغربية. أيضا أكد على طرف جبهة البوليزاريو، الجزائر، وأيضا موريتانيا. هي كلها أطراف مدعوة للدخول في مفاوضات في إطار الحكم الذاتي. الآن اليوم ليعبر المغرب عن جدية هذا القرار وعن التزامها بهذا القرار، مدعو للتفصيل ومعرفة كيف سيتم تنزيل هذا، لأن هذا هو النقطة اللي جد مهمة. الجانب المالي في الجانب المالي لتنزيل الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية هو نقطة أيضا جد مهمة. كما قلت سابقا تحديد الاختصاصات، الهيئات، ما هي طبيعة الاختصاصات الموكلة مثلا إلى ممثل الحكومة أو الذي يقود رئيس الحكومة في الأقاليم الجنوبية، ما هي علاقة ما بين السلطات الممنوحة له وما بين السلطات وعلاقته بالمركز. هذه كلها نقاط جد مهمة يعني تثار في مسألة تنزيل الحكم الذاتي، ولا بد من إشارة لنقطة جد مهمة. ونحن كباحثين أكيد تصور المملكة المغربية هو من اطلع على مضمون مبادرة الحكم الذاتي التي تم الدفع بها إلى مجلس الأمن، أكد على مجموعة من المقتضيات المهمة في الحكم الذاتي. هي تصور توافقي واقعي، يعني تصور مغربي نؤكد على ذلك، يستلهم أيضا من بعض التجارب الدولية. نعلم جميعا بأن هناك مجموعة من التجارب الدولية يعني استطاعت تنزيل الحكم الذاتي لتدبير تدبير شأن داخلي. أبرز هذه التجارب ربما لم يتح لنا الفرصة أو ضيق الوقت المحدد لهذا البرنامج نتحدث بشكل محدد عن تنزيل الحكم الذاتي. مشروع الحكم الذاتي ليس مشروع ولكن حل الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية وفق قرار 2797، ولكن هناك من التجارب الدولية المهمة، وهو التجربة الإسبانية على سبيل المثال، التجربة الإيطالية. ولكن لا نقول أن يتم هناك وضع نسخ لهذه التجارب. نقول بأن الحكم الذاتي الذي أقره مجلس الأمن انطلاقا من مبادرة المملكة المغربية هو حكم ذاتي توافقي تصور مغربي. في هذا الصدد غادي في هذا الصدد ديال التوافقي غادي نرجعوا لهذا المسار ديال التفاوض المباشر. هو مسار التفاوض المباشر قد يواجه هذا السيناريو صعوبات، بعض الصعوبات بسبب غياب إرادة سياسية أو رفض المشاركة أو مشاركة طرف من الأطراف المعنية في التفاوض. كيفاش كتشوفوا نتوما واش غادي تكون حلول حتى إلى واجه هذا السيناريو، مثلا واحد هذا تعنت بعض الأطراف أو لا طرف من الأطراف، كيفاش كتشوفوا أنه غادي يكون من بعد النقاش؟ أعتقد بأن هذه محطة المفاوضات هي أكثر محطة ما نقولوش تعقيدا ولكن صعوبة. لأن
مجلس الأمن كما قلت في البداية تفعيل الحكم الذاتي وتنزيل الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية تحت سيادة المملكة المغربية. نعم. هو ينطلق كما قلت سابقا من مرجعية دولية. نعم. ومن مرجعية وطنية. نعم. أؤكد في هذا السياق ربما الباحثين في العلاقات الدولية والعلوم السياسية يعلمون جيدا، ولكن من أجل التنوير أيضا للمستمعين، القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لها طابع إلزامي تماما. هناك نعم. فرق ما بين توصيات، ونتحدث عن مجلس الأمن ب5 دول صاحبة الحق في الفيتو. نعم. حتى الدول التي لم تصوت على القرار وهي صاحبة الحق في الفيتو هي لم تكن معترضة على التصور المغربي. نعم. وأكد ذلك سيد وزير نعم. الخارجية ناصر بوريطة في إحدى اللقاءات مع القناة الثانية الوطنية. نعم. يعني هناك عندهم اعتراض حول حامل، لأن الذي يرعى هذا المشروع هو الولايات المتحدة الأمريكية. إذن ليس في النقطة لابد من التأكيد عليها، ليس هناك إشكال في القرار واضح صادر بإجماع 11 الدولة صاحب السيادة داخل مجلس الأمن. هناك إذن قرار له طابع الإلزامية. أكيد حتى جلالة الملك في الخطاب الذي ألقاه مباشرة مع بعض القرار الأممي أكد في ثنايا الخطاب على أن القرار الأممي هو لا يعد في المرحلة الراهنة، نعم هو انتصارا تاريخيا وانتصارا دبلوماسيا، ولكن أكد جلالته على نقطة جد مهمة: نبحث عن حل متفاوض عليه، لا غالب ولا مغلوب. يعني يرضي الأطراف. ونحن يعني كصانع قرار في سياسة الخارجية المغربية نحن مرتاحين كما قلنا في إطار المرجعية الدولية. لنا مرجعية دولية، لنا مرجعية وطنية، لنا سيادة في الأقاليم الجنوبية تحت سيادة المملكة المغربية. ولكن هناك أكيد الأطراف التي ستجلس إلى طاولة المفاوضات هي عبرت منذ إصدار القرار الأممي عن عدم موافقتها لهذا القرار. نحن لا نستغرب الأطراف الأخرى أنها لن توافق على القرار، ولكن لذا قلت وحتى الباحثين في هذا المجال وحتى مجلس الأمن المبعوث الخاص سيكون له دور مهم في الجلوس في طاولة المفاوضات. وقد أكد ذلك مضمون القرار، لأن لابد من إشارة لنقطة جد مهمة: مضمون القرار تضمن 13 الفقرة بديباجة 14 الفقرة. أكد في 6 مرات على كلمة أو مفهوم الحكم الذاتي. وفي لغة العلاقات الدولية أكد أيضا بلغة واضحة، ونعلم جميعا في العلاقات الدولية ليست هناك كنقول واحد المبدأ، ليست هناك هو قولة وليس مبدأ، ليست هناك مصالح دائمة صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، هناك مصالح دائمة. إذا المنظمة الدولي اللي كتمثلوا الدول ذات السيادة أكدوا على أحقية المملكة المغربية في تنزيل الحكم الذاتي تحت سيادتها. ولكن أيضا في مضمون القرار أكد على دور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دي مستورة الذي سيكون له دور مهم في جمع الأطراف والدخول في المفاوضات. ولا ننسى بأن القرار أعطى مدة 12 شهرا للخروج بما هي مخرجات هذه المفاوضات. وهذه أعتقد بأن هذه المرحلة الجد الهامة في هذه المرحلة من المفاوضات بين الأطراف. يعني سيكون هناك جدول زمني لضبط هذه المفاوضات وأيضا لتنفيذ في المضمون الذي جاء في الوثيقة والمترجمة إلى 6 لغات. جاء بأنه سيتم الدخول في المفاوضات وتم منحهم 12 شهرا. ولكن أعتقد انطلاقا من تجربة القرار الصادر عن مجلس الأمن، وتم تمديد أيضا مدة المينورسو إلى 12 شهر، 12 يعني مدة سنة. إذن وسيكون دور المينورسو هو أيضا الحفاظ على جو سلمي للمفاوضات ما بين الأطراف. أيضا يمكن أن نتحدث أيضا عن بعض عوامل النجاح والفشل المحتملة. ممكن نتكلموا عن الصعوبات، نقولوا عوامل الصعوبات اللي ممكن تكون أيضا يمكن أن تكون أيضا في إطار النخب الصحراوية. ممكن نقولوا تماسك بين النخب الصحراوية إلى آخره. ممكن نتكلموا على هذا أن كاينة تقدر تكون صعوبة في هذا الصدد، صعوبة في بناء التماسك. أكيد هناك كما قلت في البداية هناك مشاورات راهنة ما بين مستشاري جلالة الملك والأحزاب السياسية تقديم تصورات.
ليومنا هذا منذ إصدار القرار الأممي هناك مجموعة من النخب قدمت تصور في إطار رابطة. ربما كانت لي فرصة في هذه الأيام اطلعت على هذا التصور الذي قدمته الرابطة أعتقد الصحراوية. نعم. ويمثل داخل هذه الرابطة مجموعة من النخب الصحراوية. جيد. لا أجزم بأنها كلها ولكن أغلبها. نعم. ويقدمون تصور الحكم الذاتي في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية إلى مجلس الأمن. إذن وهذه نقطة مهمة. وأعتقد بأن قضية الصحراء المغربية منذ إثارة النزاع إلى يومنا هذا هناك وحدة نعم. التصور. نعم. هناك إجماع حول الدفاع عن الوحدة الترابية. أكيد هناك نخب صحراوية ستقدم تصورات مقترحات نعم. وهذا شيء إيجابي طبعا. هذا شيء إيجابي في إطار ديمقراطي وأيضا حتى تنزيل الحكم الذاتي هو يتطلب وجود نخب صحراوية واعية بما لها وما عليها. نعم. وهذه نقطة جد هامة. نعم. جيد. نرجع لصلاحيات الحكم الذاتي المقترحة. يعني كاين الإدارة والأمن، كاين الاقتصاد والتنمية، كاين الخدمات الاجتماعية. واش ممكن تكلمينا على هاد الصلاحيات ديال الحكم الذاتي؟ مبدئيا وكما قلنا احنا في تقريبا الأسبوع الأخير بعد شهر من تنزيل القرار الأممي. نعم. نقدم بعض التصورات وانطلاقا من مشروع أو مبادرة الحكم الذاتي التي دفع بها المغرب إلى مجلس الأمن. نعم. إذن هناك اختصاصات نقدر نتكلموا على الاختصاصات، الهيئات والآليات. 3 نقاط جد أساسية. نعم. الاختصاصات هناك كما قلت فيما سبق سلطة تشريعية سيكون هناك، بالإضافة هناك سلطة. عندما نتحدث في العلوم السياسية وفي القانون الدستوري عن السلطات الثلاث. نعم. السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. نعم. كما هي في الدولة المغربية. أيضا ستكون هناك الحكم الذاتي، هناك انتخاب برلمان جهوي. إذا احنا كنتكلموا قبل قليل قلت لي النخب صحراوية هي مدعوة للمشاركة. نعم. في التمثيل في المؤسسات الدستورية. نعم. هناك الحكومة الجهوية أيضا من سيمثل حكومة أو رئيس حكومة الأقاليم الجنوبية. وستكون هناك تفويض للمهام. هذه التنزيل هو الكفيل وتفصيلها هو الكفيل بتحديد هذه الاختصاصات. هناك أيضا سلطة قضائية. ولكن كما قلت سابقا كل ما يتعلق بالسيادة، عندما نؤكد على السيادة وهو نؤكد على كل ما يتعلق بالسلطات إبرام الاتفاقيات الدولية، ما يتعلق نعم. بالسياسة الخارجية. نعم. ما يتعلق بالأمن والدفاع، ما يتعلق أيضا بكل ما يتعلق بالعلم والعملة والنشيد الوطني. هذه كلها من اختصاص المركز. نعم. وهذه نقطة، هذه بصفة عامة حول الاختصاصات. على مستوى الإجهزة نفس الشيء، ستكون هناك مؤسسات. هناك حتى في النخب كما قلتي النخب الصحراوية قدمت بعض التصورات. وأيضا نعم. المشاورات الأخيرة يقول ممكن أن يكون هناك مجلس أعلى للحكم الذاتي. يعني كاين مجموعة من التصورات تنهل من الوثيقة الدستورية. وحتى الوثيقة الدستورية سيطالها تعديل، ولكن هو تعديل ربما كما قلت هو سابق لأوانه الآن، حتى بعد انتهاء المفاوضات ما بين الأطراف والتوافق. نعم. توافق جو الأطراف. نعم. على تنزيل الحكم الذاتي. على تنزيل الحكم الذاتي هنا سنتحدث عن تعديل الوثيقة الدستورية. نعم. جيد. اسمحي لي أضيف نعم. أيضا فضلوا. حتى على مستوى الآليات. نعم. الآليات وهي جد مهمة. نعم. مثلا عندما ربما الباحثين في مجال الضريبة والاقتصاد هم أجدر، ولكن لابد من إطارة. وأنا في مجال نعم. القانون نعم. إطار نقطة جد هو المجال الضريبي. من الآن هناك تصورات يقولون بأن ربما أن يكون الجبايات مثلا 80% توجه للتنمية للمشاريع نعم. التنموية في الأقاليم الجنوبية. نعم. 20% للمركز. نعم. هناك تصورات. جيد. هناك تصورات. جيد. ولكن لابد من التأكيد على نقطة جد مهمة. التنزيل هو يتطلب نعم. مجموعة من الموارد البشرية ومجموعة أيضا من الموارد المالية. طبعا. أكيد هنا هذا مشروع ضخم. هذا يرتبط بالوحدة الترابية. تماما. هو في الجانب التنفيذي سيكون فعلا هناك تنفيذ، غادي تكون تنفيذ ديال مشاريع كبرى ديال استقطاب استثمارات أجنبية، تعزيز الاستقرار في المنطقة من خلال أيضا تنفيذ مشاريع استراتيجية، إنشاء آليات
بالفعل. ولا ننسى وتتحدثين سيدتي عن المشاريع الضخمة، لا ننسى ربما في إطار المكتسبات نعم بأن المغرب قبل صدور القرار 27 نعم 97 نعم هناك مجموعة من المشاريع تماما الكبرى في الأقاليم الجنوب. تماما هناك جلالة الملك أعلن عن مشروع الأطلسي، تماما المبادرة الأطلسية تماما اللي ستستفيد منها الدول الإفريقية التي ليس لها منافذ بحرية. هناك مجموعة من الاستثمارات، هناك وعود من طرف اقتصاديين بعد تماما اعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء نعم بالاستثمار في الأقاليم الجنوبية. تماما تماما المغرب الموقع الاستراتيجي له والمطل على البحر المتوسط نعم والمحيط نعم الأطلسي، وهناك تنافس وصراع الأقطاب الدولية الكبرى، فعلا روسيا، نعم الصين، الولايات المتحدة، المغرب يعني ممر للاتحاد الأوروبي. تماما هناك تقاطع الاستراتيجيات تماما وتقاطع المشاريع، تماما هذه لابد من التأكيد عليها في إطار المكتسبات تماما هذا ما التي قلناه في يمكن البداية. نعم ستشجع على الدخول في مفاوضات، وأن المفاوضات بشكل مريح أكثر. نعم يعني المغرب كان مسبقا كيف ما قلنا هيأ نعم أرضية نعم للحكم الذاتي يعني نعم منذ سنة 2007 نعم وحتى قبل من 2007 قبل كان جلالة الملك يهيئ لهذا نعم المقترح. نعم وبعد أن طرح المقترح أيضا تم تهيئ الأرضية التي كان يجدر نعم أو كان من الممكن أن تكون مجهزة لهذا اليوم. نعم يعني كان جلالة الملك يهيئ الأرضية لهذا اليوم اللي هو القرار الأممي 2797. سيدتي نختم بأن قلنا بأن خطة الحكم الذاتي تضمن منح المنطقة صلاحيات واسعة في الإدارة المحلية والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، طبعا مع احتفاظ الدولة المركزية بالسيادة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والعلم والعملة. سيناريوهات التنزيل أكيد ستعرف بعض الصعوبات لكنها من الممكن تخطيها، ودائما سيبقى الراعي الرسمي في هذه المفاوضات كلها قد يبقى إشراف مباشر للأمم المتحدة. يعني ستواكب الأمم المتحدة هذه المفاوضات وستواكب أيضا السيناريوهات وتنزيل هذه السيناريوهات. نعم سيدتي، الإشارة بأن نعم. منظمة الأمم المتحدة في جهاز مجلس الأمن، لأن جهاز المجلس الأمن هو المكلف بحفظ السلم والأمن الدوليين. نعم. نعم. هو المكلف بتدبير هذا النزاع وبالدخول نعم. في مفاوضات منذ إثارة هذا النزاع. نعم. منذ إثارته هو المكلف، لأن هي المنظمة المكلفة كما قلت حفظ السلم والأمن الدوليين. نعم. في إطار الفصل السادس الذي ينطلق من المفاوضات نعم. وكل ما يتعلق بالتحكيم من أجل فض المنازعات بالطرق الودية والسلمية. نعم. إذا مجلس الأمن تابع لمنظمة هو جهاز تابع لمنظمة الأمم المتحدة. نعم. هو المكلف بتدبير برعاية كما قلت، هو نعم. الراعي لهذه نعم. لهذه المفاوضات. نعم. ستكون هناك مفاوضات بين أطراف النزاع المحددة في القرار. نعم. وبدعم وبحضور المبعوث الشخصي للأمم المتحدة. نعم. نعم. وهذه نقطة جد مهمة. إذا ربما الأيام المقبلة القريبة والدخول في المفاوضات، نعم. نقول الجلسة الأولى من المفاوضات، نعم. نعم. هي المحدد الأساسي في هل هناك توافق ما بين أطراف النزاع. نعم. يعني إذا كانت الأمم المتحدة أيضا ترعى هذه المفاوضات فأكيد ستكون البوليزاريو والأطراف الأخرى نعم. مدعوة إلى أن تكون نعم. مرنة في نعم. نعم. الجلوس نعم. إلى طاولة لأن الحوار والتفاوض. المرجعية الدولية والمنطق نعم. الدولي. نعم. لأن عندما نتحدث عن القرارات الدولية ومجلس الأمن هو ليس وليد اليوم. نعم. يعني اليوم هناك مجموعة من الدول هي عضوة داخل منظمة الأمم المتحدة، 193 داخل ممثلة ذات سيادة ممثلة داخل منظمة الأمم المتحدة. نعم. منظمة الأمم المتحدة لها دور مهم في تدبير السلم والأمن الدوليين. نعم. ونحن فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية هي الراعية لهذا، التي تدعو الأطراف إلى الدخول في مفاوضات بالمنطق الدولي، بمنطق القرارات الدولية، بالمرجعية الدولية. نعم. بمجموعة من القرارات. نعم. حتى مشروع أو مبادرة، عندما كان مبادرة اليوم نتكلم عن حل نهائي. نعم. حكم الذاتي تحت سيادة المملكة المغربية. نعم. حتى ما عندما كان مشروع المبادرة الحكم الذاتي هو ينطلق من المرجعية
من المرجعية التاريخية والقانونية نعم. لمطالب المملكة المغربية بسيادتها على أقاليم جنوبية. وأؤكد في هذا السياق وأنت تتحدثين سيدتي عن الأمم المتحدة، لابد من التأكيد أنه منذ سنة 1975 وبطلب من المفوض الحسن الثاني الرأي الاستشاري الصادر في قضية الحكم في قضية الصحراء المغربية، نعم. أكد بأن هناك روابط للبيعة ما بين نعم. أعيان الأقاليم الصحراوية وممالك وسلاطين المملكة نعم. المغربية. وتلك الأرض لم تكن في مرة أرض خلاء. تماماً. إذا منذ 1975 الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والإشارة محكمة العدل الدولية هو جهاز تابع لمنظمة الأمم المتحدة، نعم. نعم. أكد على أن الأقاليم الجنوبية هي تنتمي لأراضي نعم. المملكة المغربية. نعم. إذا الحكم الذاتي ينطلق من المرجعية القانونية، من المرجعية التاريخية، نعم. وتأكيده وتنزيله على أرض الواقع بعد القرار الأممي. نعم. وهو ينطلق أيضا من المرجعية الدولية. سيدتي شكرا لإغنائك النقاش في هذا الموضوع. طبعا الموضوع يطول النقاش فيه ويتطلب مزيدا من الوقت نعم. للتفصيل فيه نعم. وللتفصيل نعم. في السيناريوهات وفي التصورات نعم. الممكنة للحكم الذاتي. شكرا لحضورك معنا سيدتي ليلى ارتمات. نلتقيك إن شاء الله في حلقة مقبلة إن شاء الله في مواضيع مقبلة إن شاء الله. شكرا لك سيدتي. شكرا متابعينا الكرام على متابعتكم هذه الحلقة. نلتقيكم في حلقة مقبلة. إلى اللقاء.